ناني روحي، مساء الخير. النهاردة هنتكلم عن الضمائر الشخصية، نبتدي بيها ونكمل. الضمائر الشخصية في اللغة العربية هي أنا، أنت، أنتِ، هو، هي، نحن، أنتم، هم. يعني 8 ضمائر شخصية. أنا تبقى بتعبر عن المتكلم المفرد، أنتِ عن المخاطب المفرد، تاني أنا المتكلم، أنت المخاطب، أنتِ المخاطبة. وبعدين هو بنسميه الغائب، وهي بنسميها الغائبة. ال5 دول مفرد، الجمع 3 حاجات: نحن للمتكلمين، أنتم للمخاطبين، هم للغائبين. في العربي في أكتر، في كمان أنتن وفي هن، يعني 10. إنما في القبطي ما فيش أنتن، بتتقال زي أنتم، وهن بتتقال زي هم، يعني 8. في الإنجليزي أقل، كل لغة ليها نظامها. الضمائر الشخصية بتكون منفصلة أو متصلة. يعني لما أقول أنا بتبقى ضمير شخصي منفصل، إنما لما أقول كلمني، الني ديت بتحمل الضمير الشخصي المتصل، لأنها مشبوكة في كلمة كلمة. كلمك، يبقى هنا الكاف ديت ضمير شخصي متصل. إنما لما أقول أنت، دي بتتكتب لوحدها، تبقى ضمير شخصي منفصل. وده برضو موجود في اللغة القبطية بنفس النظام، وفي لغات أخرى كثيرة. نبتدي نتكلم عن الضمائر ديت. فأنا ضمير شخصي منفصل بيعبر عن المتكلم المفرد، مش عن المتكلمين. أنت بيعبر عن المخاطب، ونحط فتحة هنا. أنتِ عن المخاطبة، يعني اللي احنا بنكلمها. هو عن الغائب، هي عن الغائبة. وبعدين دول كلهم للمفرد، للجمع فيه نحن للمتكلمين، وأنتم للمخاطبين، وهم للغائبين. نفس الكلام اللي قلناه هنلاقيه مكتوب على الورقة ديت اللي أنا حطيتها على السبورة. أنا، أنت، أنتِ، هو، هي، نحن، أنتم، هم. وهي تعبر عن المتكلم أو المخاطب أو الغائب، للمفرد أو للجمع. والضمائر الشخصية تكون منفصلة أو متصلة. يعني لو حبينا نعبر عن الضمير أنت، لما يكون متصل بحرف الجر مع، ما نقولش مع أنت، بنقول معك. يبقى الكاف ديت هي الضمير الشخصي المتصل اللي مستخدم مع المخاطب.
برضو في اللغة القبطية عندنا نفس النظام، في ضمائر منفصلة وضمائر متصلة. في الورقة ديت نفس الكلام اللي قلناه. إذا أردنا أن نعبر عن الضمير أنت عندما يكون متصلا بحرف الجر مع، لا نقول مع أنت، بل نستبدل كلمة أنت بالضمير المتصل الذي يعبر عن المخاطب وهو حرف الكاف. كا عليها فتحة، نقول معك. وفي اللغة القبطية أيضا الضمائر منفصلة أو متصلة. طب ايه الضمائر ديت في اللغة القبطية بقى مش في اللغة العربية؟ نلاقي أنك أو آنك معناها أنا. وهنلاحظ الشبه بين كلمة أنا في اللغة القبطية وفي اللغة العربية. انسك معناها أنت، زمان انسك كانت تتقري انتك بالت، السيطة زمان كانت تتنطق ت. فطبعا واضح الشبه بين كلمة انتك وكلمة أنت. برضو أنت نفس الشيء، مع المخاطبة بنشيل الكاف تبقى انتو معناها انت. وطبعا انسو دلوقتي بتبقى بالثيتا انسو، وطبعا الشبه برضو واضح. هنلاحظ في حاجات كتيرة لما نيجي نكون المخاطب بنستخدم له الكاف، وهنلاحظ ان الكاف ديت برضو مشتركة بين اللغة العربية واللغة القبطية. لما بقول مثلا سمعك، الكاف ديت اللي في آخر سمعك بتعبر عن المخاطب. في القبطي الكاف بتعبر عن المخاطب، يعني عن كلمة أنت. لما نيجي بقى نكلم المخاطبة اللي هي أنتي، في القبطي بنروح شايلين الكاف ديت، فهنا انسوا بس ما فيش بعدها حاجة. يبقى ده فرق مهم لازم نعرفه. هنيجي بقى على هو، هنلاقي ماشيين على نفس السيستم ان صف. يعني الجدر واحد انسوا، وحطينا الفه اللي هي بتعبر عن كلمة هو. يبقى معنى كده ان زي ما قلنا قبل كده السيستم عندنا متكامل في الضمائر ديت، يبقى احنا الاصل. انما في العربي هتلاقيه نقل على حاجة جديدة خالص، هو تلاقيه مستلفها من لغة تانية. بعد كده انثس هتبقى هي، وبرضه حرف السيمة بيعبر عن المؤنث الغايب، عن هي. كده نبقى خلصنا المفرد. هوضع انثس بس شوية عشان كانت مكتوبة السيمة صغيرة ومايلة. يبقى المفرد قلنا أنك، انثك، انثو، انثف، انثس، أنا، أنت، أنتي، هو، هي. هندخل على الجمع. المتكلمين نحن، هتبقى أنن، نحن. المخاطبين انثوتين. أنتم. احنا في الجمع دلوقتي، يبقى فاضل هم انثو. أنن نحن، انثوتين أنتم، انثوهم.
هنراجع تاني بالورقة ديت. أنك أنا، انسو أنت، سوري أنا همشي كده. أنك أنا، انسك أنت، انسو أنت، انسف هو، انسوس هي، أن نحن، انسوتين أنتم، انسؤوهم. هنلاحظ ان النهايات ديت بتعبر برضو عن الضمائر من غير الجزء الاولاني، ما عدا انك ديت اكسبشن، حالة خاصة او حالة شاذة. انما انسك الكاف رمز للمخاطب انت، وغياب الكاف رمز للمخاطبة انت. انسف الفه رمز اللي هو، انسوس السين اللي هي، أنن نحن النون، انسوتين تين معناها أنتم رمز الأنتم، وانسو أو معناها هم. فإيه السيستم متكامل. أنك، انسك، انسو، انسف، انسوس، أنون، انسوتين، انسؤوا. في ملحوظة مهمة لازم تلاحظوها. احنا بنقول انسك أنت، حطينا الكاف اللي هي رمز أنت. بنقول انسوتين أنتم، فيها تين اللي هي رمز أنتم. هنلاحظ ان الأوميكرون بقت أوميجا. دي قاعدة لازم تعرفوها بعد كده في المستقبل وانتم بتدرسوا، ان قبل تين الأوميكرون بتتحول لأوميجا. وبرضو انسف هو، هم بقت انسؤوا. هنلاحظ برضو ان الأوميكرون اتحولت لأوميجا قبل أو. يبقى مع أنتم قبل تين بنحط أوميجا، ومع هم قبل أو بنحط أوميجا. هتلاحظوها كتير وانتوا بتدرسوا بعد كده. الورقة ديت بعنوان الضمائر الشخصية المتصلة بالنهاية، اللي هي الكلام اللي قلناه دلوقتي، الحروف أو المقاطع اللي بتبقى في الآخر. هي حروف أو مقاطع تتصل بنهاية بعض الكلمات، مثلا تتصل بنهاية بعض حروف الجر أو الأفعال لتعبر عن المتكلم أو المخاطب أو الغائب، المفرد أو الجمع. هنخلي الورقة وهنرجع لها تاني. يعني بقول إيه؟ مثلا عايز أقول مع، ده حرف جر. لما نقول معي يبقى هنا ده حرف الجر اللي ده الضمير اللي متصل بالنهاية. لما أقول على ده حرف جر. لما أقول علي بقت 2 ي يبقى اليه التانية. لما نقول علي معك يبقى الكاف ديت هي الضمير اللي متصل بالنهاية. لما نقول عليك برضو الكاف هي الضمير اللي متصل بالنهاية. ديت الضمائر الشخصية اللي هي حروف أو مقاطع تتصل بنهاية الكلمات. مقاطع يعني إيه؟ مثلا لما أقول عليكم، كم دي مقطع مش حرف، أو عليهم نفس الحكاية مقطع، تتصل بنهاية بعض حروف الجر أو الأفعال، تعبر عن المتكلم أو المخاطب أو الغائب، المفرد أو الجمع. طبعا الغائب أو الغائبة. وطبعا لما أقول المتكلم الجمع أقصد المتكلمين. يبقى تاني هحطها لكم. الضمائر الشخصية المتصلة بالنهاية هي حروف أو مقاطع تتصل بنهاية بعض الكلمات. وأنا اديتكم المثل في العربي، هنرجع نديه في القبطي. مثلا تتصل بنهاية بعض حروف الجر، بعض حروف الجر تتصل بنهاية بعض حروف الجر أو الأفعال لتعبر عن المتكلم
أو المخاطب أو الغائب المفرد أو الجمع. هنجيب المثال دلوقتي. تصريف حرف الجر هيجين. هيجين معناها على، هيجين معناها على. تصريف حرف الجر هيجين مع، هنا في خطأ، مع الضمير الشخصي. مع الضمير الشخصي، هو بيعبر عن المتكلم أو المخاطب أو الغائب. يتم بإضافة الضمير إلى هيجو. يبقى احنا عندنا جذر اللي هو هيجو، متكون من حتة كده مقطع وإيه حرف تاني، حرف متحرك، وبعدين نحط الضمير. يعني مثلا عايز أقول عليا، بحط اليوطة تبقى هي جوي. عليك بحط الكاف تبقى هي جو. هكتبهم لكم دلوقتي. يبقى احنا عندنا هي جين، ده معناه على، ده حرف جر. عايز اقول عليا، هجيب هي جو واروح حاطط اليوطة. اليوطة بتعبر عن المتكلم، برضه زي في العربي لما بنقول عليا اليه الاخرانيه عبرت عن المتكلم. لما بقول فمي، اليه بتاعت فمي عبرت عن المتكلم، يعني عن انا. برضه لما اقول سمعني، اليه الاخرانيه بتعبر عن المتكلم. في القبطي زي العربي. يبقى هي جوي عليا. هناخد المفرد. عليك قلنا الكاف هي اللي بتعبر عن المخاطب، تبقى كده عليك كاف بفتحة. قبل كده قلنا مع المخاطبة بنشيل الكاف، يبقى مفيش حاجة. هيجو عليكي. هو بتبقى بالفه، هيجو ونحط الفه تبقى عليه. هي بالسين بنحط هيجو ونزود السين تبقى عليها. ودول لازم تعرفوهم. اليوطة متكلم، الكبة أو الكاف أنت مخاطب، نشيلها تبقى المخاطبة عليكي، وبعدين الفه تبقى هو والسين تبقى هي. هنشيل دول ونشوف الجمع. عندنا هيجون علينا، تبقى النون تساوي نا. حتى في العربي النون بتعبر عن المتكلمين. وبعدين هيجو، مين يقول لي؟ هيجو تين. تين معناها أنتم. وبعدين هم هيجو أو. أو معناها هم. يبقى ديت هيجون علينا، هيجوتين عليكم، وهيجو أو عليهم. وهنلاحظ ان او ديت اللي هي حرف الواو برضو بتشترك مع اللغة العربية للتعبير عنهم. لما نقول مثلا كتبوا، او ديت بتعبر عنهم، نفهم منها ان هم كتبوا. يبقى او ديت من الحاجات اللي مشتركة بين القبطي والعربي في ان بتعبر عن الغائبين اللي هي هم. ونشطب كتبوا دي لحد يفتكر ان هيجين معناها كتبوا. هنحط الورقة تاني. تصريف حرف الجر هيجين مع الضمير الشخصي يتم بإضافة الضمير إلى هيجو كما يلي: هيجوي عليا، هيجوك عليك،
هيجو عليك، هيجوف عليه، هيجوس عليها، هيجون علينا، هيجوتين عليكم، هيجو عليهم. الشبه مع العربي ان اليوتا هنا بتعبر عن المتكلم، يه علي في العربي وفي القبطي. هيجوك عليك، الشبه ان الكبة بتعبر عن المخاطب برضو، عليك، فكف العربي وكف القبطي. واخر واحدة اللي هي هيجو احنا عارفين ان في العربي احيانا بتعبر عنهم. يبقى الضمائر الشخصية في الحالة ديت كده. انا هقلب ديت كده، وأقول كده هي جوي، وخلي اليوتا بعيدة، يبقى اليوتا هنا الضمير بتاع المتكلم. هي جوك، يبقى الكاف هي الضمير بتاع المخاطب. هي جو، يبقى ما فيش بتدل على المخاطبة. هي جوف، عليه الفاء بتدل على هو. هي جوس، السين بتدل على هي. هي جون، النون بتعبر عن احنا. هي جون، سوري اخلي برضو النون بعيدة. وبرضو ديت شبه بين القبطي والعربي، ان احنا بنقول علينا بالنون، هنا هيجون بالنون. من هي جوتين عليكم، يبقى تين معناها انتم، وهي جو عليهم يبقى معناهم. يبقى عندنا ديت فيها شبه مع العربي اليه، والكاف فيها شبه مع العربي، والنون برضو فيها شبه مع العربي علينا، فيها شبه بس مش في الحالة ديت، فيها شبه من ناحية ان الواو في العربي ساعات بيعبر عنهم.